السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مقروء. واليوم سنتكلم عن كتاب الشرق الفنان لأديب الفلاسفة زكي نجيب محمود رحمه الله. الكتاب يقع فيما يقارب 130 صفحة. اللغة تتميز بالسهولة، الأمثلة التوضيحية التي أراها ضرورية جدا مع اللغة الفلسفية. مضمون الكتاب يتناول نوعان من المعرفة للوجود: معرفة الفنان ومعرفة العالم. والفنان هو من يرى الوجود بنظرة ذاتية ذوقية شعورية داخلية، ويشعر أن هذا الوجود كله كائنا واحد، وإن تعددت أطواره وكائناته فهو وجود واحد لرب واحد خاضع لقيومية واحدة، وهي نظرة ذوقية. وقد ضرب الدكتور زكي نجيب محمود أمثلة على هذا النموذج المعرفي وقصص من التراث الإنساني القديم من أديان الشرق القديم. هذه هي النظرة الأولى. أما النظرة الثانية للوجود فهي النظرة التحليلية العقلية المنطقية التي تلزم المقدمات والنتائج، وهي النظرة العقلية عن الوجود التي تطلق عليها النظرة العلمية، التي ما هي إلا كشف ظواهر الوجود. ويتكلم الدكتور زكي نجيب محمود عن التطرف التاريخي الثقافي للاثنان، الشرقي والغربي. فالشرق المتطرف أي أنه في غاية الشرق البعيد، والغرب المتطرف هما نظرة الفنان للشرق ونظرة العالم للغرب. ولكن في الشرق الأوسط التي كانت مهد الأديان السماوية جمع بين الاثنان، جمع بين نظرة الفنان ونظرة العالم. ويدلل الدكتور زكي نجيب محمود على هذه في أمثلة كثيرة ودلائل كثيرة من التاريخ، تاريخنا وتراثنا الإسلامي. ولكننا نجد التطور العقل التحليلي المقدمة والنتيجة في القضايا الدينية، وفي نفس الوقت نجد بعد ذلك نظرة المتصوفة للوجود، وهي نظرة الذاتية الذوقية. والاثنان مجتمعون عندنا في ثقافتنا، ثقافة الشرق الأوسط، ثقافة الشرق المتوسط، لأن تاريخ ثقافتها قد مر بإثنان. فالعالم الغربي يدرك الوجود بالحس والعقل، والشرق يدرك الوجود بالفن والذوق والذاتية، وكلاهما صحيح. فالمتذوق يتذوق شيء ربما لا يتفق معه شخص حسي عقلي، ولكن هذا لا يعني أنه لا وجود له، لأنه شيء داخلي شعوري تذوقي. وفي الأخير يقول الدكتور زكي نجيب محمود أنه من خلال معرفة طبيعة المعرفة ندرك الفرق. فإذا كانت المعرفة ذوقية نعرف أنها ذاتية، فإن وجدت ما في نفسك ما يدعي لتصديقها فصدق، ولكن حذاري والخطر من أن تطلقها في هيئة معلومات عقلية علمية، لأن طبيعة المعرفة العلمية تنطوي على التحليل والتنقيب والمقدمات والنتيجة. ونجد في ثقافتنا جمعنا بين العلم والفن، حتى نجد أن الدين قد أخذ طابع العلم في المقدمات والنتيجة والمسائل الكلامية الفلسفية. خلاصة، هناك طبيعتان للمعرفة: معرفة ذوقية ومعرفة علمية، والاثنان اجتمعان في الشرق المتوسط من خلال الثقافة المشتركة بين الاثنان. هذه هي لمحة بسيطة جدا عن كتاب الشرق الفنان للدكتور زكي نجيب محمود رحمه الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.